الفصل السادس. بعث عمرو حارسين وراء رضاوي ليقفا أمام الباب ويتأكدا من أن رضاوي لن يضرب ابنته اليوم، وكان رضاوي يعرف أن حنقه على القاضي لا ينتهي وإذلاله له واضح ولا بد أن يدفع ثمنه، ولكن لا حيلة له اليوم، فقد تم عقد القران وأصبحت ابنته زوجة القاضي، وغدا تذهب إلى بيته. في رحيلها راحة، فقد جاءت بالفقر والحزن والفضيحة منذ ولادتها، وها هي دي تأتي بالذل عليه وعلى بنيه. سترحل من البيت، في هذا انتصار وراحة، ولكن كرهه للقاضي لم ولن يخمد. أما القاضي فكان يتحرك من بيته في حماس وحياة، ظن الكثيرون أنها تسربت من بين أطرافه، وكان يأمر الخدم ويجهز البيت لاستقبال زوجته، وكأن الكابوس أصبح حلما والظلام انقشع أخيرا، وغدا ستكون له لنهاية حياته وحياتها، وغدا يأتي اليقين من جنونه أو خطيئته. أحيانا يتمنى لو كان مجنونا، وأحيانا يتمنى لو كان فعل فاحشة ولم يفقد عقله ولو لحين. تكلم مع ولديه بعد العشاء وشرح لهما ولم يعترضا ولم يبدو عليهما الحزن، وقد أراحته هذا. تتبعته أم حسن بعينيها وكانت تكنس البيت في حماس أشد اليوم، ولم يترك لها فرصة لتتكلم، ولم يكن مستعدا لسماع ما يخيفه أو يحزنه، ويأسها يقلقه دوما. طلب من الخدم إعداد أفضل الفاكهة والطعام، وجلس على مخدعه في ترقب عذب لغد يزيل الشك ويريح الشوق، وخاف من حدوث أي شيء يغير ما خطط له. وبعد صلاة الفجر قرأ بعض آيات القرآن، ودعا الله أن يسامحه لو أخطأ، وأن يدعمه فيما يسعى للحصول عليه في هذه الدنيا. كان دعاؤه اليوم للدنيا فقط، واستحبذت عليه متع الدنيا في هذه اللحظة. وعند ظهور الشمس نادى على حارسه وطلب منه الاطمئنان على ضيفه وأمها، وذهب إلى عمله وعقله شارد يفكر فيها وفي سنين قضاها بين أمل ويأس، وكانت هي وولداه كل ما يريد. في المساء انتظر أن تأتي مع والدها كما اتفقا، وفتح الباب ورأى العربة من بعيد تقترب، وهرولت أم حسن إلى العربة تساعد العروس على النزول، فصارت ضيفة وراء والدها برأس منتكس وبلا كلمة، هي ووالدتها، حتى وصلتا إلى البيت. قال الأب: مولاي، زوجتك كما اتفقنا. هز القاضي رأسه ثم أشار لها بالدخول، وما أن دخلت حتى همست له الأم: لو سمحت لي أن أبقى معكما بعض الأيام، أخاف من البقاء مع زوجي الآن وهو على هذه الحال. هز رأسه وقال: مرحبا بك في أي وقت. عندما دخل الضيفة إلى الحجرة همست الأم له من جديد: مولاي، أريد أن أخبرك بشيء قبل أن تدخل ابنتي. توقف ونظر لها وقال والشك يسيطر من جديد: تكلمي. أريد أن تسامحني وتسامحها، فليس لها ذنب. ذنب في ماذا؟ في العلامات على جسدها، علامات الصوت على ظهرها لم تزل غضة وطزجة. كان يضربها كثيرا، ربما كل يوم، ولكنه لم يضربها أمس. كل يوم 10 جلدات على الأقل، ولم يعد يبالي بتشوه الجسد. عبس وجهه ثم قال: لو مات كان يريح العالم من شروره. همست في حسرة: هو رحيم، صدقني، رجل آخر كان قتلها بلا جدال. قال وهو يفتح الباب: لا تقلقي، أعرف الآن. ثم أغلقه ونظر أمامه، وكانت ضيفة، حلمه وجنونه وكل نجوم السماء مجتمعة. كانت جالسة بفستانها الطويل ووجهها مكشوف، وشعرها الكثيف يغطي ذراعيها، كان فستانا من الحرير يغطي كل جسدها. جلس بجانبها وأمسك بيدها في قوة، بدت مترددة أو خائفة لا يعرف، ولكنها ضغطت على يده وتحاشت عينيه. كانت مختلفة عمن أغوته في جرأة وتمكن، كانت منكسرة ومهزومة، واستقر في أعماقه أن هناك 3 وجوه لهذه الساحرة، لابد أنها ساحرة. هناك ضيفة البريئة التي تملأ الحياة بوجهها، تتكلم بلا خوف وتجري في أركان الصحراء في تلقائية وكأنها تملك الكون. كانت هذه هي من أحبها. ثم هناك ضيفة التي أغوته، تعج بالأنوثة من جسدها وعيناها تدعوان للفناء بداخلها. ضيفة هذه كانت مختلفة، تحترف الغواية والسحر. ثم هناك ضيفة التي يراها الآن، كسرها والدها، هذا أكيد هزمها ربما وربما لا، فلم تتزوج عبدين حتى بعد كل هذا التعذيب.
أي إرادة وأي حب وأي جنون. مد ذراعه في حنان وضمها إلى صدره وقال: تعرفين كم أشتاق إليك وكم أريدك. لم تجب. أحاطت كتفه في صمت، وبقى هكذا وقتا طويلا لا يريد سوى ذراعيها. يريد أن يتأكد من أنه لا يحلم في هذه المرة وأن الكون سيعتدل. أحاط وجهها ثم بدأ يقبلها، فابتعدت عنه في رفق وكأنها لا تعرف شيئا عن قبلات الشوق. لابد أنه كان جنونا إذن. لم يعاشرها قبل اليوم. قربها منه وقبلها في رقة هذه المرة وهو يكبح رغبته الطاغية، وهمس من بين قبلاته: ما زلت تحبينني أعرف. ارتجفت ربما وعلت دقات قلبها ولم تنطق. شفتاها وكأنه تذوقهما من قبل، وكأنه يعرفهما، يعرف كل جسدها وكل قطعة منها، يحفظها عن ظهر قلب. قالت في خجل وهو يزيح عنها ملابسها: هل يمكن أن نطفئ القنديل؟ فقال في حس: لا ظلام بعد اليوم، لا أطيق الظلام، اعذريني. همست في خزي: ربما تكرهني. كيف أكرهك؟ أين عقلك؟ العلامات على جسدي. قاطعها: لا تعنيني، لا يعنيني إلا أنت. نظرا للعلامات الطازجة للصوت، بعضها جروح حمراء، وبعضها جروح قديمة بقشرة سوداء، وبعضها علامات حمراء ستزول، وبعضها ربما عن قريب. والتقزز يملأ نفسه من هذا الأب وجهله وقسوته. لم يكن هناك علامات على جسدها في مخيلته، لم يلاحظ العلامات في مخيلته. ونفس الجسد بلا علامات هي نفس المرأة، أو هكذا يبدو، وهي نفس الدماء على الملاية. كان حلما إذن. تأكد من أنه هذيان من البقاء في الظلام شهرا وراء شهر. بعد أن انتهى أخذها بين ذراعيه واستقر رأسها على صدره، فعل هذا من قبل أو شبه له. ساد الظلام الممتزج بالنور وسافر عقله بعيدا. رحل ثم عاد، تارة لا يصدق أنها له، وتارة تلح عليه ذاكرة ليلة وضحاها لم تحدث ربما إلا في أعماقه وفي صدر عقله، وتارة يحاول من أن يتأكد من أنها معه وله. أغمض عينيه وفتحهما، ثم سمع صوتها وهي تهمس: لم تزل تريدني. قال في تأكيد: أريدك دوما. بدا أنها تريد أن تقول شيئا آخر ولكنها لم تنطق. ابتسم وقبل شعرها وقال: أريد أن أعرف كل شيء عن السنتين الماضيتين. قالت في صوت متألم: أتمنى أن أمحوهما من ذاكرتي. لمس بأصابعه علامات على كتفها تبدو طازجة ومختلفة، بعض الجلد مقشر وبعضه يميل إلى السواد. ربط عينيه بوجهها ورآها تضغط على شفتيها لتداري الألم. ربما. فقال: تؤلمك؟ قالت مسرعة: لا تؤلمني. دفنت رأسها في صدره وكأنها تخفي عذابا وخزي وعار. فقال في حنق: والدك كان يحرقك؟ لم تجب. فقال وغضبه يطغى على رضا النفس وفرحة الفوز: كان يحرقك يا ضيفة؟ أحاطت ذراعه وظلت صامتة، وفهم أنها تفضل النسيان والاختباء من وحشية الصحراء حولهما. وانتفض جسده شوقا لها من جديد. منذ ظهورها كانت له، ولكنه كان تائها بين رغبة جارفة وحرمان منها سنوات، وبين شك في جموح عقله ويقين أنها بين ذراعيه. لو ملكها الآن مرة أخرى لأطفأ نار شوقه. نسى في غمرة أحلامه كم يؤلمها جسدها من ضربات وحرق أيام وشهور وربما سنوات. كيف لم يبال؟ همس وهو يقبلها ويده تمر على جسدها: تريدين النوم؟ قالت في صوت مكتوم: أريد أي شيء يسعدك. ابتسم وقال وهو ينوي أن يروي جسده منها هذه المرة في بطء ويقظة: بل أريد سعادتك أنت، لا أريد أن أرهقك بعد كل ما عانيت. قالت: أنا ملكك يا عمرو وليس لي سواك. لم يجب. ملكها كما كان يحلم. أصبحت له مرة أخرى، وهذه المرة كان يتذكر كل شيء ويشعر بها بين أضلعه، تشتاق وتتمنى وتختلج رغبة فيه ووصولا إلى نشوتها. كتمت أنفاسها وأغمضت عينيها ودفنت رأسها بين ذراعيه وكأنها تريد إخفاء علامات الوصول والرضا. قال في ثقة من نصر محقق: قلت لك ستصبحين لي،
تتذكرين؟ هزت رأسها بالإيجاب ثم همست: أحبك. قال في قوة وحزم وهو يضمها: وهذه المرة لن يفرقنا شيء أبدا. رددت في شيء من المرارة والخوف: لن يفرقنا شيء. قال في دهشة: ولم الخوف؟ قالت في أسم فجأة: ظننت أنني سأموت. أحيانا كنت أظن أنني سأموت قبل أن تأتي. قال في قوة: لا تقولي هذا إياك. ثم بدأ يقبلها وقال من بين قبلاته: سأعاقبك على كلماتك وخوفك وسنين قضيتها بعيدا عنك. سأطفئ نار شوقي لك اليوم وغدا، ولن يغمض جفنك إلا بعد أن أطفئ شوق عامين على الأقل. خفضت جفنيها ولم تنبس بكلمة. قال من بين قبلاته في توعد ممزوج بالرقة: تسمعينني؟ قالت في خجل: أسمعك يا حبيبي. فأغمض عينيه وابتسم في رضا عن العالم اليوم. في الصباح كان قد قرر أنه لن يذهب إلى عمله أسبوعا كاملا، سيستمتع بوجودها معه ويخمد الشوق المشتعل منذ زمن، ولن يتقابل مع أحد إلا للضرورة القصوى. أمر الخدم بإعداد كل أنواع الطعام وطلب إليها أن تأكل، ثم طلب من الخدم أن يغلقوا الأبواب، وكان قد أقسم أنه سيأخذها بين ذراعيه طوال اليوم وكل الأيام القادمة. ولم تعترض، ولكن خجلها أذهله. لم تكن خجولا في البداية، كانت جرأتها في عينيها الممتلئتين بالكلمات. كيف أصابها الخجل؟ ولم الآن وهو زوجها؟ لم تبدأ بلمسه أو بتقبيله أو ضمه، كانت تنتظر أن يبدأ هو، ثم يشعر بشوقها في نبضات القلب واختلاج الجسد. وقضى لياليه يحاول أن يطفئ شوق أعوام ولا يستطيع. كلما بادلها الحب أرادها أكثر، وكلما شعر بشوقها وعذاب النفس البادي في عينيها ازداد عطشا. لم تنم لياليها بين ذراعيه. كان أسبوعا يتأرجح بين الحلم والحقيقة. كانت له صامتة ربما ومستسلمة، ولكن الشوق ينبثق من جسدها. همس بعد أسبوع: أرهقتك بعد عذابك أعواما في بيت والدك، لا نوم في بيتي ولا راحة. قالت وهي تتحاشى عينيه: عندما وصلت إلى بيتك عرفت طعم الراحة. أغمض عينيه بعد الفجر وأدار وجهه عنها، وهو يعرف أن العودة للحياة لا بد منها. عندما تأكدت من نومه تسللت بجانبه وأحاطت ظهره، ثم قبلت كتفه قبلة خاطفة ونامت، وشعر بها وابتسم وهو يتصنع النوم. كانت مترددة وهادئة ومختلفة، ولكنها كانت ضيفة من حلم بها وأفقدته عقله أجمل من رأى طوال عمره. ومكثت الأم أسبوعا تتابع ابنتها عن قرب وتتبادل الكلمات مع بائعة الملح، وكانت تلاحظ نظرات الشوق بين ابنتها وزوجها وعينيه اللتين تحاولان حمايتها من كل شر. لاحظت كيف يجلسها معه على الطعام ويطلب منها أن تأكل، وكيف يتغير صوته وهي معه فيصبح أكثر رقة ومودة، وكيف يتابعها بعينيه وكأنها طفلة يخاف عليها. لاحظت واندهشت، ثم انتابتها حالة من الحزن لم تفهمها في البداية، وتذكرت في مرارة كيف كان يعاملها زوجها في بداية زواجهما، وكيف كان يوبخها ويضربها بعد يومين من الزواج، وكيف وكانت تظن أن كل الأزواج زوجها، بل بعضهم أسوأ من زوجها بكثير، ولم تكن تعرف أن هناك من يستطيع أن يعطي هذا الحنان وهذه المشاعر. همست لها بائعة الملح: أفهمك وأعرف معنى الحرمان. فقالت مسرعة: لي زوج لم يمسسك منذ أعوام، ولو فعل لا يعطي حنانا يا امرأة. لا تكذبي، بائعة الملح تعرف كل شيء. ليس كل الرجال مثل القاضي، هو يتقن عمله ويتقن العشق، يفعل كل شيء بضمير وبكل روحه. الرجال طباع
وليسوا سواء. قالت أم ضيفة: وأنت أين زوجك؟ زهدت في الرجال والعمر، ولم يعد لي سوى هذا البيت، لا حياة لي يا امرأة. أعرف، هي أقدار مكتوبة. ابنتك تحملت الكثير، أرى في عينيها انكسرت نفسها ولم تعد قادرة على النهوض. هي طباع زوجي. أي أم أنت لتتركيها بين يديه يعذبها هكذا؟ وماذا بيدي أن أفعل؟ لا بيت لي سوى هذا البيت، أهلي لن يتقبلونني لو تركت زوجي. لم يقتلها، كان يمكن أن يقتلها بعد أن تحدثت وفضحت، ربما قتلها دون أن تدري. هل تريني حية أمامك؟ قالت وقلبها قد انقبض فجأة: ابنتي بخير، هي بخير، تعشق زوجها كما ترين. قالت وهي تهز رأسها: تعشقه وأكثر، ولكنها تكره نفسها المنهزمة لتصل إلى المراد. كان لابد من دفع الثمن، والثمن كان تحطيم النفس بالنسبة لها. أشفق عليها ابنتك هذه، أحبته أكثر مما أحبت نفسها. وماذا كان بيدها؟ لا شيء. لو رضخت لرغبة زوجك لكانت ستدهس روحها، ولو لم ترضخ لكانت ستكسر نفسها ويبقى القلب سالما، ويختارت بقاء القلب والروح. فلانبعاث بلا روح يا أم ضيفة، وأنت ستعودين لزوجك؟ قالت في مرارة: بالطبع. أم تتوقعين أن أبقى هنا أكنس البيت معك؟ قالت بائعة الملح: ابقي بعض الوقت، لا داعي للعودة لو استطعت البقاء. كثيرا ما كان يشاهدها وهي تتكلم مع أمها أو مع ولديه في صوت خافت واستسلام، وبدا له أن ولديه يحبانها. ولطالما حاول أن يفهم كيف لهذا الفظ غليظ القلب أن ينجب ضيفة بكل ذكائها وحكمتها. وعرف من الأم أن ضيفة كانت تقضي الكثير من الوقت مع الغريبتين، العجوز اليمنية والعجوز الحبشية، وأنها هي الأم قد حرصت على تعليمها القراءة والكتابة والحديث والقرآن، مع أنها هي والأب لا يقرآن ولا يكتبان. وبعد شهر ربما وهما جالسان معا في حجرتهما يأكلان الفاكهة، قالت في رفق: هل لي أن أطلب منك طلبا؟ فقال: بالطبع، أتمنى أن تطلبي أي شيء. قالت في تلعثم: كنت أتمنى لو أستطيع أن أزور صديقتي، فليس لهما غيري، هما تعدانني ابنتهما وتحتاجاني إلى المساعدة. صمت برهة ثم قال: سأبعث لهما بالخدم والطعام لو أردت. هزت رأسها بالإيجاب ثم قالت: كنت أتمنى لو سمحت لي بزيارتهما. قال وهو يداعب وجنتها: لا يمكن، ليس لأنني لا أحبهما، ولكن لأنني لابد أن أحافظ على احترامي كقاضي أمام العامة، وإلا تتفشى الجرائم في البلد. ولو بدأ الناس في الإشاعات عن زوجتي وصديقتيها لأضر هذا أهل قوس، ولست أنا فقط، تفهمين؟ خفضت جفنيها وقالت: أفهم. فتح فمه فقالت مسرعة: لم أقصد إغضابك، لن أراهما لو كان هذا يغضبك. أدهشه استسلامها بالكامل، ولو برهة شعر بشفقة لا تنتهي، وبدا أن الأب كسر الإرادة أو جزءا منها، ولكن عبوس وجهها أظهر غير ما قالت. بعد يومين قالت في تلعثم: هل يمكن أن أبعث بعض العظام وبقايا اللحم مع حارس لمريم وزبيدة لتطعما الضباع؟ قال في حس: لا، قلت لك لابد من الحذر وتجنب الإشاعات. ماذا سيقول الحارس عن زوجة القاضي التي تطعم الضباع في الصحراء؟ قالت في برهة: نعم، معك حق. قال في تأكيد وهو يتجه إلى الباب: هذه حيوانات مفترسة، تستطيع أن تجري الطعام بنفسها، لا تشغلي بالك بها ولا تصدقي خرافات عن الأرواح والشر. التقت أعينهما برهة، فأدارت عينيها في انهزام ولم تتكلم. ولم يشغله أمر الطباع ولا أمر المرأتين العجوزتين في الصحراء، بل كان مشغولا بما هو أهم وأخطر، كان ينتظر الرسالة. بعد أشهر جاء المرسال بالرسالة التي ينتظرها، وبدأ أن الكون ينصفه أخيرا بعد عامين من القهر والذل.
اتجه إلى بيته وبدأ في تجهيز أشيائه للسفر إلى القاهرة. وكانت ضيفة في هذه الأثناء قد تأكدت من حملها، وأخبرته في نفس خجلها غير المعهود، واليوم أخبرها أنه سيسافر بضعة أيام لا أكثر. وكان يبدو متحمسا سعيدا. ارتجفت فجأة وقالت وهي تدخل حجرتها: لماذا؟ دخل وراءها وقال: لماذا أسافر؟ عندي موعد مع السلطان. فقال في تأكيد أذهله: ستتركني للأبد، ستتخلى عني، أعرف. قال في صوت أراده أن يكون هادئا ولكنه خرج قويا من شدة ذهوله: ضيفة، ماذا تقولين؟ سأسافر وأعود بعد بضعة أيام. نبرته الحادة أخفتها، أو هكذا بدا، فقالت مسرعة وهي تجلس على الأرض: لا بأس، أنا بخير. جلس بجانبها والحقيقة تهبط على رأسه لأول مرة. ربما استسلامها نابع من خوف كامن، وحبها له لم يعد قادرا على إعطائها الأمان أو الراحة. سلب الأب الأمان من بين أضلاعها إلى الأبد، وقدرتها على الجري في الصحراء في تلقائية، والضحك، والحياة تولت وتلاشت. قال في جد: ماذا بك؟ ما الذي يقلقك؟ احتضنت نفسها في إحساس بالخوف لا يفهمه ولم تجب. مد يده إلى وجنتها فانتفضت في فزع كأنه على وشك صفعها. بقى ساكنا يشعر بعجزه، ويعرف أن العمر لا يعتدل، وأن العودة ليست سالمة. قال في رفق والمرارة تجد طريقا إلى قلبه: حبيبتي، تعالي هنا، تعالي. نظرت إليه ثم أغمضت عينيها وفتحتهما، واقتربت منه في حذر، وقالت وهي تضع رأسها على صدره: إن كنت تريد تركي فلن أغضب منك، سأبقى أحبك. قال في حنان: كيف أتركك؟ مر بيده على شعرها ثم كتفها، وقال بعد برهة: ضيفة، تريدين الذهاب معي إلى القاهرة؟ قالت وهي تدفن رأسها في صدره وتطوق عنقه: الأمر لك، ماذا تفضلين؟ ترددت ثم قالت: أفضل أن أكون معك، ولكن لو... قال وهو يداعب خصلات شعرها: تخافين من والدك؟ تظنين أنني لو تركتك هنا سيؤذيك؟ ضغطت على كتفه بلا إرادة ثم قالت: لا حيلة لي، بل قوتك لا تضاهيها قوة، لو تعلمين لن يؤذيك ما دمت حيا. ضيفة، تذكري، لابد للمحن أن تزول، والصبر من عزم الأمور. كانت محنة وزالت. هزت رأسها في حماس ثم تمتمت: لم أكن متأكدة من نجاتك، كدت أفقد عقلي لو لم تنجو. لم أكن متأكدا أنا أيضا، ولكننا معا، وما يهمني هو سعادتك. أنت سعيدة الآن؟ قالت مسرعة: سعيدة جدا. ولكنه لم يصدقها، والمرارة تخرج من عينيها وصوتها. لبرهة شعر بإحباط جديد عليه، وعجز عن تغيير الماضي أو التأثير على الحاضر، وكأن الكون لا يكتمل على هذه الأرض. في المساء كانت نائمة على صدره، وكان مستيقظا. ما سلبه الأب منه لا يغتفر، ولا سعادة له، وكل هذا الألم والمرارة يحيطان بها، وكأنها شخص آخر لا يعرفه. تتكلم قليلا، ولو فعلت تشرد بعينيها في خوف من الكلمات، ورأسها منتكس دوما، وابتسامتها اختفت على ما يبدو. هذه هي ضيفة أم هكذا شبه له؟ تنفس الصعب ونفخ في غيظ، وحاول أن يفكر في أمر مقابلة السلطان. سيأخذها معه حتى لا ينهش القلق والترقب قلبها. عندما وصل إلى القاهرة نزل عند بعض الأقارب، وقرر أن يأخذها في رحلة عبر القاهرة، فلم ترها من قبل قط. صارت معه بلا كلمة، وكلما تكلم معها بحماس أجابت في صوت خافت ورتيب، وكأنها لا ترى ولا تنتفض فرحة لأي شيء. وصل معا إلى مسجد الحسين، ثم أخبرها أنه ينوي زيارة مسجد محمد المحسني الأمير المملوكي الذي أوصى بوقف لجده ثم أبيه وله من بعده. عند الوصول إلى المسجد حكى لها في حماس عن الأمير وعلاقته بجده، والمصحف المرصع بالذهب الذي تركه لزوجته المصرية زينب المقشعي، وقصة حبهما التي يحكي عنها الناس حتى الآن. ابنها محمد بن محمد المحسني هو من صمم وشيد مسجد السلطان حسن. مر بإصبعه على حروف المصحف المرصعة بالذهب وقال لها في حماس: جدي هو من خطه له في الكثير من الأعوام. كان الأمير يعشق زوجته،
وعندما أعطاه لها جدي كان الأمير قد قتل، وماتت هي من بعده بعامين. في حبهما زهد وسمو وروعة غريبة على البشر. ما رأيك؟ كانت تتحسس المصحف بأصابعها، والدموع تتساقط في صمت. بقى صامتا لا يعرف أيغضب منها؟ أيشفق عليها؟ أتبكي رثاء للسعادة التي تسربت من قلبها للأبد، أم لموت الأمير قتيلا، أم لتعاستها هي؟ أزعجه الاحتمال الأخير، وقال في ضيق: ماذا بك؟ لما البكاء؟ مسحت دموعها بسرعة وقالت: لابد أنه غبار القاهرة. قال بلا تفكير: بل الغبار الذي تتركينه حول نفسك فيخنقك. نظرت إليه في حيرة، فقال وهو يجلس على أرض المسجد: أسعيدة الآن يا ضيفة؟ قالت مسرعة: بالطبع سعيدة جدا. قال في حدة: تكذبين. لم تكذبين؟ لم أعهدك كاذبة، لم أرى السعادة في عينيك منذ زواجنا. كنت أظن الهلال تجلى لما بعد غياب، ولكنه لم يظهر قط. فتحت فمها فقطعها: ماذا تريدين؟ أخبريني ما الذي يسعدك؟ قالت في ترج والدموع تتساقط من جديد: لا تغضب مني، أقسم لك أني أحبك، أرجو ألا تغضب مني. كلماتها أفقدته أعصابه أكثر، فقال وهو يقوم: لا تفكري في غضبي، هي سعادتك التي يستحيل الوصول إليها، ورؤيتك هكذا هزيمة لا أستطيع تحملها. أدار وجهه فغطت رأسها بيديها وكأنها تخاف أن يضربها، فقال في غضب: ماذا بك؟ أتظنين أنني سأضربك؟ كيف تفكرين أنني سأضرب زوجتي؟ كيف تفكرين أنني سأضرب زوجتي؟ ثم جلس أمامها وقال في جد: ضيفة، لما بكيت؟ لأننا لم نصل إلى هذه السعادة في زواجنا، لأن هناك ما تريدين وتبغين وأنا لا أعرفه. أتفكرين في صديقتيك؟ كنت تريدين زيارتهما، أليس كذلك؟ قالت في تأكيد: لا، أقسم لك. لا تكذبي، هذا الكذب لا يجدي. عند العودة إلى قوس سنقوم بزيارتهما معا، هل يرضيك هذا؟ هل يسعدك؟ لم تجب. ثم قال في عصبية: ما الذي يقلقه؟ أضبع في الصحراء؟ كيف تفكرين؟ هل تفكرين؟ بقيت صامتة وعيناها مربوطتان بالأرض، فأكمل: قلت لك لابد من الحذر والتفكير، ولكنك لا تدركين كل ما تفعلين. أهو الذهاب إلى الصحراء، أليس كذلك؟ حسنا، فنذهب إلى الصحراء، يريحك هذا؟ كانت تحتضن جسدها وترتجف بعض الشيء ولا تجرؤ على النطق. فقال وغضبه يشتعل: تخافين مني؟ لما تزوجتني لو كنت تخافين كل هذا الخوف؟ أكنت تريدين التخلص من والدك؟ هو طموحك بأن تكوني زوجة القاضي، أليس كذلك؟ كل ما قلته كذب، لا حب يحيا وسط كل هذا الخوف. قال في حسم وهو لا ينظر إليها: كنت تريدين التخلص من جبروت الأب منذ البداية، وكنت أنا المنقذ لا أكثر. لا حب في قلبك يا ضيفة، هذا القلب جبان، والحب مجازفة وشجاعة. تمنى أن تعارضه، أن تصرخ بكم تحبه، أن تنتفض فزعا، ولكنها لم تفعل. زفر في غيظ وإحباط وقال: نذهب إلى الصحراء حتى يطمئن صدرك وتهدأ أنفاسك. ثم قام ومد يده لها قائلا: هيا. فابتعدت بلا إرادة، فأرخى يده وقال: هيا قومي، لن ألمسك، لا وقت كثيرا لدي. قامت في حذر، صارت بجانبه بلا كلمة، والهوة بينهما تصرخ بهزيمته. لم يتكلما طوال اليوم، وفي الليل نام على مخدعه واستلقت بجانبه وهي تكاد تكتم أنفاسها حتى لا تزعجه. أغمض عينيه وخياله يتمرد عليه. كان حلما ما حدث في الكرك، كان حلما به بعض مرارة الخطيئة، وما يحدث الآن هو مرارة الحقيقة. لم يزل يريدها ويشتاق إليها ويتألم لألمها ويذهل من ثباتها أمام الأب، ولكن مرارته تطغى على الحب والشوق. أصبح قربه منها يثير أعصابه ويذكره بهزيمة جديدة عليه. قال بعد برهة: لله الأمر من قبل ومن بعد. قالت في صوت مريض: لا أعرف ما يجب أن أقول حتى لا أغضبك، قول الحقيقة فقط.
فقالت: كانت هناك أيام تمنيت فيها الموت، وأيام ظننت أنني سأساق إلى الزوج رغما عني كالبهائم، وأيام ظننت أنني لن أراك مرة أخرى، وأيام انتظرت ضربات الصوت وكانت أحيانا تتأخر ثم تأتي، ولو تأخرت تكون أقسى وأعمق. لو قرر أبي أن يأكل ثم يضربني يقضي وقتا أطول ويعذبني بحماس وقوة. كنت أصرخ أحيانا رغما عني وأتوسل وأقبل قدمه ولم يكن يبالي، ولكنني لم أفكر ولو للحظة بأن أتقبل رجلا غيرك. قال: وقد نقرت كلماتها قلبه، للاجتهاد وصول دائما. ثم مد يده وهو مستلق على ظهره فوضعت فيها يدها في تردد، أمسك بيدها في قوة وقبلها وقال في صوت حاسم: الصبر من عزم الأمور والمحاولة تزيل الصعاب. أبقى يدها على فمه ثم أكمل: أحبك. ظلت ساكنة ودموعها تتساقط اليوم بلا هوادة. لم يحاول أن يضمها ولا أن يبادلها الحب. ترك يدها في بطء وأدار ظهره وأغمض عينيه ولم يسمع بكاءها الصامت، ولكنه شعر به وعرف عجزه في محو الماضي. في الصباح كان موعده مع السلطان. بدا برقوق بنفس هيئته وحماسه وسخريته، وما أن رأى عمرا حتى احتضنه في قوة وقال: قاضي قوس يعود من جديد، افتقدتك يا صاحب السجن. ثم صرف الحضور وجلس أمام عمرو وقال: عدت إلى منصبك بسرعة ولم تكسرك التجربة، أهي القوة النابعة من الإيمان أم العناد النابع من الغرور؟ ابتسم وقال: الاثنان ربما. ثم اقترب عمرو من برقوق وقال: قاضي القضاة يا مولاي يحب المال حبا جما كما تعرف. قال برقوق: سيمك أعرف. ثم أكمل: ألم أقل لك أن حب المال له فوائده؟ بعثت إليك من يساعدك ويفتح لك الباب. استقر اليقين في نفسه بأن السلطان هو من بعث الحارس الذي فتح الباب، وبأن السلطان هو من جاء بالفرس. قال عمرو: لرؤية السلطان الآن واقع مختلف. ربت على كتفه وقال: كنت تفضل السلطان السجين؟ بل مصر والشام وكل بلاد المسلمين تحتاج إلى المحارب القوي مثلك. مصر تستحق الكثير، وأهم شيء تستحقه هو الأمان دوما والبقاء عليها واقفة لا منهزمة. في حروب المماليك انهزام لمصر. قال عمرو في صوت هادئ: وفي كسرة المال لدى قاضي القضاة فساد يتبعه هلاك، تعرف يا مولاي. قال برقوق بعد برهة: أعطيته بيتك في القاهرة، بئت تريد استرداده؟ أعطيت لمن لا يستحق لأحصل على ما أستحق. كان مدرسي وأعرفه. قال برقوق: تتصرف كالساسة وليس كأهل العلم. لابد لأهل العلم من المعاملة مع الساسة، والحرب خديعة. أعطيته ما لا يستحق وأنت تعلم أن هذا حرام. أعطيته ما لا يستحق لأكف الأذى عن الناس. هذا منطقي أيضا. أحيانا كف الأذى يكلف الكثير من المال والنفس. سعدت بمجيئك وانتظرته، فلك سحر الصوفي وغرور المقاتل. ماذا تريد يا عمرو؟ معاقبة قاضي القضاة أم بيتك الذي أخذه منك؟ قال وهو ينظر إلى برقوق: أريد الخير للبلاد. التقت أعينهما، ثم فتح السلطان فمه في دهشة وقال: عمرو، تريد أن تصبح أنت قاضي القضاة، هذا ما جئت من أجله أليس كذلك؟ ابتسم وقال: لو قلت نعم أصاب السلطان، أبدو مغرورا، ولو قلت لا أخطأ السلطان تقطع رأسي. رأسك يهمني كما تعرف، ولكنك كلما جئت تزورني تطلب الكثير وتجلب الحروب كما تتذكر. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هي محنة قوتك وجعلت نفوذك يمتد، وملوك المغول تهابك، وأولاد عثمان يطلبون رضاك. في المحنة قوة، وفي التخلص من يلبوة ومنطاش نصر مكتمل. أي رجل يطمع في هذا؟ ألم يطلب يوسف النبي من فرعون أن يجعله المسؤول عن خزائن الأرض، وكان يعرف أنه أهل لها؟ قال في دهشة: تشبه نفسك بيوسف النبي يا عمرو، أي غرور هذا؟ بل أضرب مثلا فقط بمن يطلب ما يعرف أنه أهل له.
يوسف نهى النفس عن الهوى وصد الغواية. هل تصد الغواية عن تعيضة؟ لست نبيا، ولكنني أجتهد للوصول. ضرب برقوق بعينه حول حجرة القصر ثم قال: قاضي القضاة يفتي ويأمر، أفتى من قبل بقتل السلطان كما تعرف، وما جدوى فتوى قاض والسيف في يد الأمراء. لو لم يكن السيف في يد الأمراء لكان القاضي سيفتي بغير هذا. ولو جعلتك قاضي القضاة والسيف في يدي ستقبل؟ لو جعلتني قاضي القضاة فأنت تبغي العدل والصدق، والعدل والصدق لا يجتمعان مع سيف على رقبة القاضي. تطلب وتشترط، تعرف أنني أكن لك المشاعر وأعدك أخا صغيرا، ولم أكن لأطلب لو لم أعرف ما بيننا. تعترف بأن هذا ما تريد. للقوة سحرها، تعرفه يا مولاي. كنت تقول حب المال آفة الملوك، وتعرف الآن أنه حب القوة الذي يحطمهم. لا حاجة لي إلى المال. أتبغي الدنيا أم تشتري الآخرة؟ هو مزيج من الاثنين ما أريد، ولكنني أعرف ما لا طاقة لي به وما أطيق. لك ما تريد يا عمرو، لك ما تريد.